يومك ابدأيه بقراءة قرآن عشان بعد كده مشاغل اليوم ما تاخدكيش. انا عارفة ان مشاغلك كتير، بس تقدري وانتي بتعملي شغل بيتك تسمعي بودكاست درس ديني، او تسمعي قرآن بالشيخ اللي بتحبيه، او حتى تشغلي التكبيرات. ويا سلام بقى لو كان في زيارة للأهل بنية صلة الرحم، أو مكالمة تليفون فيها كلمة طيبة بنية صدقة. خلي بالك إن النية بتفرق كتير قوي في عداد حسناتك. ولما يقرب وقت المغرب استغلي كل ثانية وكل دقيقة في الدعاء واطمعي، ما انت بتطلبي من ملك الملوك. وسبحان الله، على قد تعبك في الطاعة على قد إحساسك بالسعادة في العيد، وكأنها مكافأة من رب العالمين لينا. فحاولي تبذلي أقصى جهدك في طاعة المولى عز وجل في هذه الأيام. في الفيديو ده حاولت ان انا اقدم لكم اقل روتين او الحاجات اللي يقدر اي حد يعملها، وحاولت ما اطولش عليكم قدر المستطاع